في أمهات بيضربوا أولادهم وبعد ما أولادهم يناموا يقعدوا يبوسوا إيديهم ورجليهم ويقولوا لهم سوري حبيبي وهم نايمين. تفتكر الأم دي عملت كده ليه؟ بتنفس عن غضبها في أولادها؟ عندها ضغط فبتنفسه؟ هي تعيسة في حياتها الزوجية فبتنفس كمان عن غضبها في ده؟ ليه بتضربه؟ هل الضرب والعصبية والصراخ هم الحل إن إحنا نحل مشاكلنا مع أولادنا؟ مفيش مشكلة ملهاش حل. أنا خلفت ولد يعني أنا مسؤول عنه، مسؤول عن صناعة الإنسان، مسؤولة إن أنا ربيه يكون صالح، إن أنا ربيه يكون سوي. الضرب هيطلع إنسان عنيف، إنسان عنده غضب مكبوت، عنده اضطرابات نفسية، أمراض مناعية، بيعمل ارتفاع في الكورتيزول، بيعمل تبول لا إرادي، بيخلي الولد أو البنت دايماً مرعوبين، بيقرقضوا ضوافرهم كتير، خايفين مش عارفين الضربة جاية لهم منين. لما أنا كأم أنفس عن غضبي بضرب ابني، الضرب بيبقى درجات، أول حاجة بتضربه بالراحة، بعد كده بيعلى، بعد كده بيعلى، بعد كده هي بتوصل لليفل مش قادرة تسيطر على نفسها. فمن الأول لو أنت مش قد الخلفة ما تخلفش، لو أنتوا حياتكم الزوجية تعيسة ما تخلفوش، ما تتجوزوش حد ما بتحبوهوش. الحب أساس العلاقات السوية، الأمان، الاحتواء، السند، الاهتمام، هو ده اللي هيطلع لك مراهق سوي. علمي ابنك تحضنيه، الوقت ما فاتش طول ما انت عندك النية وبتتعلمي وبتدرسي. ودلوقتي العالم مفتوح، تقدري تاخدي اي كورس اونلاين عشان تعرفي تربي ابنك كويس، لان الام 70% هي اللي بتربي الولد، باقي المجتمع 30. المدرسة، النادي، الاب، الاهل، الاصحاب، كلهم 30. بس الروتس الاساسية في الام. خليكي ام حنينة، الحنية تكسب.